زملكاوي جميل يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك، فيديو جديد على قناتكم قناة الكرة الزمالك. معاكم سامي حسن، والنهارده هنتكلم عن احدث اخبار نادي الزمالك النهارده الاثنين، واخر تطورات فريق كرة القدم واستعدادات الزمالك لبداية الموسم الجديد. المباراة الاولى اللي هتكون قصاد سيراميكا كليوباترا، وصفقات نادي الزمالك اللي بيحاول يعقدها في اليومين اللي جايين دول قبل غلق باب القيد. ونبدأ على طول تفاصيل الفيديو بتاعنا النهاردة. أول حاجة معانا النهاردة يا جماعة تدريبات الفريق والمعسكر استعدادا لسيراميكا كليوباترا. بصوا بقى يا جماعة، يانيك فيريرا طبعا بعد ما خلص معسكر العاصمة الإدارية ولعب مجموعة من المباريات الودية. طبعا الزمالك في مباراة ما أداش المردود الكويس فيها، وفي مباراة الزمالك خسر فيها طبعا مباراة تجريبية. طبعا كلنا ما عجبناش الأداء، خصوصا مباراة اللي خسرها نادي الزمالك بتاعت بروكسي، اللي خسرها نادي الزمالك مباراة وادي دجلة. طبعا هنردم على اللي موجود ده كله، مش هتفرق، وهنقول بردك احنا بندعم نادي الزمالك، وان شاء الله نادي الزمالك يقدم مردود كويس. بالنسبة ليانيك فيريرا ابتدى يكثف من الجرعات التدريبية للفريق، عمل جلسة قعد مع اللاعبين وقعد يعني يحفزهم بالنسبة للتدريبات في اليومين اللي جايين دولت، عشان كله يبقى على أهبة الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا. طبعا ركز على الجاهزية البدنية، وأهم حاجة أكد عليها اللي هي الانسجام التكتيكي بين الصفقات القديمة والصفقات الجديدة. يانيك فيريرا قسم بعد كده اللعيبة بعد مجموعة التدريبات ديت، قسم اللعيبة لقسمين، وابتدى يحفظ اللعيبة مجموعة من الجمل التكتيكية، وكمان حط لمسات أخيرة على الضغط العالي وسرعة اللعب اللي هيحاول يطبقه في المباريات اللي جاية إن شاء الله. طبعا عايزين لاعيبة نادي الزمالك تاخدوا الأمور بجدية، خلاص مفيش تهاون. المباريات اللي جاية مباراة دوري، المستويات معلش هتكون أقوى من اللي أنت قابلتها في الوديات، لأن أنا من وجهة نظري الشخصية إن المباريات اللي أنت لعبتها تعتبر مباريات مع فرق درجة تانية، مع احترامنا لجميع الفرق اللي قابلها نادي الزمالك. فيها غزل المحلة، فيها وادي دجلة، دول في الدوري الممتاز، إنما مش الليفل الأولاني في الدوري طبعا. فطبعا لعيبة نادي الزمالك لازم تاخدوا الأمور بجدية، ده حاجة. الحاجة التانية بالنسبة للاعبين الجداد، أنا ليا بس رسالة لهم إن اللعيبة دي لازم تاخد الأمور بجدية أكتر، بالذات اللعيبة المصريين قبل الأجانب. يعني أنت حاول اثبت نفسك. أنت طبعا كنت بتلعب في فريق طبعا مش نفس، يعني اللي بيلعب في فاركو واللي بيلعب في زد واللي بيلعب هنا واللي بيلعب هنا. أنت دلوقتي وصلت لنادي الزمالك، نادي الزمالك هيلعب في كونفدرالية، وممكن دوري، هيلعب كاس سوبر، هيبقى فيه مباريات قوية، فلازم أنت تثبت نفسك. ما تستناش ان حد يقول لك امسك في الفرصة، كل مدى سعرك بيزيد. فده بالنسبة لتدريبات نادي الزمالك. نيجي بقى لتاني حاجة معانا النهاردة يا جماعة، صفقة عدي الدباغ. طبعا عدي الدباغ ده لاعب فلسطيني، كان بيلعب في اوروبا، لاعب بصراحة بيلعب في مركزين، بيلعب جناح وبيلعب راس حربة. بالنسبة لعدي الدباغ طبعا هتكلمكم بقى على حاجة، ان طبعا عدي الدباغ لما الزمالك كان بيفاوضه كان في أندية تانية بتفاوضه من مصر. فطبعا عدي الدباغ لما كان عايز ان هو نادي الزمالك هو يكون واجهته، يعني هو مش عايز الا نادي الزمالك زي حامد حمدان كده بالظبط. فطبعا نادي الزمالك اتعاقد معاه، وكان في ناس داخلين لك في الصفقة عشان يبوظوها على نادي الزمالك، الا ان اللاعب بتمسكه بنادي الزمالك الامور مشيت لصالح نادي الزمالك. طبعا اللاعب وصل القاهرة ومضى وعمل الكشف الطبي وخلاص، البرومو بتاع التقديم بتاعه في نادي الزمالك خلاص خلصوا كمان، وممكن اللاعب النهارده ينضم لتدريبات نادي الزمالك، وممكن من بكره ان شاء الله، يعني على حسب الجاهزيه الفنيه ممكن مش بعيد انك تلاقيه في قائمه نادي الزمالك لمباراه سيراميكا كليوباترا. ده بالنسبه لعدي الدباغ. عدي الدباغ يا جماعه بيلعب جناح وبيلعب راس حرب، فطبعا ممكن يحل لك مشاكل في المركزين دولت، ولاعب بصراحة بيعتبر
لاعب بيجيب من نص فرصة بالبلدي كده، لاعب ذكي وبيتحرك صح، فإن شاء الله تكون صفقة رابحة لنادي الزمالك. وكمان اللي بيقللوا من اللاعب، لأن أنا سمعت برضك ناس من المنافسين لنادي الزمالك بيقول لك ده اللاعب ده مش هو، ده لاعب ضعيف، ده لاعب كذا. وده الدباغ أرقامه أحسن من وسام أبو علي في في المنتخب الفلسطيني، واللي عايز يجيب الأرقام بتاعته ده الدباغ وسام أبو علي هيلاقي اللي احنا بنقوله ده مظبوط. نيجي بقى لصفقة حامد حمدان. النهارده يا جماعة في جلسة ما بين جون إدوارد واللي قايمين بالصفقات في نادي الزمالك مع إدارة بتروجيت، عشان عايزين، هي دي هتكون دي الجلسة الأخرانية خلاص، مش هيقعدوا تاني لأن خلاص مفيش، هما يومين فاضلين، اللاعب لا يجي لا ما يجيش خلاص. فطبعا نادي الزمالك هيقعد مع مجلس إدارة نادي بتروجيت عشان يخلصوا الصفقة. طبعا بالنسبة لحامد حمدان طبعا انقطع عن التدريبات بالنسبة لفريق بتروجيت، لأنه هو خلاص قال لهم أنا الزمالك يعتزل كرة القدم. فطبعا أنا عايز إدارة نادي بتروجيت بعيدا عن الانتماءات، وطبعا احنا عارفين إن إدارة بتروجيت، رئيس بتروجيت صاحب الخطيب، وطبعا هو قال له لا بلاش اللاعب ده يروح الزمالك، احنا مش عارف يعني هو الزمالك مكسر الأهلي يعني، هم خايفين من حامد حمدان. أنا مش عارف بصراحة يعني إدارة بتروجيت بتفكر إزاي. طب أنت دلوقتي اللاعب منقطع عن التدريبات ومش هيروح، وانت هتخسر اللاعب وهتخسر فلوس، يبقى هتخسر فنيا وتخسر فلوس. طب وفيها ايه لما انت تبيعه للزمالك والزمالك ما عندوش اي مشكله في المبالغ الماليه، عشان عكس ما الناس بتقول لا الزمالك عايز يدفع ويخلص اللاعب. فمن الذكاء ان انت تستثمر في اللاعب وهيجي لك فلوس، وممكن لو حبيت تاخد لاعب او لاعبين اعاره هتكون في مصلحه بتروجيت، انما انت هتحاول تجمد اللاعب انت الخسران في الاخر. ده بالنسبة لحامد حمدان. طبعا حامد حمدان بيلعب في نص الملعب، ممكن يلعب لك 6، ممكن يلعب لك 8 بيجيدهم بطلاقة، وعلى فكرة بيلعب في جميع مراكز الدفاع، ممكن كمان يرجع ورا بيدافع، يعني هو من اللاعبين المميزين اللي ممكن تعتمد عليهم، وهيسد لك ثغرات كبيرة في نص الملعب. طبعا بالنسبة للوضع الإداري والتسجيل، الزمالك طبعا كل سنة بتحصل الموضوع دوت، بتبص تلاقي أول ما الزمالك يجي يسجل الصفقات يقول لك الزمالك مش عارف يسجل صفقاته علشان خاطر عليه مديونيات لاتحاد الكورة. طبعا الكلام ده بيتقال عشان يحبطوا من نادي الزمالك. طب ما المصري عليه مديونيات والإسماعيلي عليه مديونيات وكل الفرق عليها مديونيات، اشمعنى الزمالك هو الوحيد اللي بيتكلموا عليه في الحتة دي؟ المهم مجلس إدارة نادي الزمالك وجون إدوارد خلصوا الملف دوت، وإن شاء الله الصفقات متأيدة بإذن الله. نيجي بقى لفيريرا في الصفقات الجديدة وهيشتغل إزاي. بالنسبة لفيريرا طبعا بيحب يشتغل 4-3-3 أو 4-2-3-1، بيعتمد على الضغط العالي على الخصم، هو ما بيحبش يركن ورا كتير، هو بيحب، هو عايز يضغط عشان يجيب الكورة ويبتدي نادي الزمالك يأدي المردود الكويس. فإن شاء الله نادي الزمالك أهم حاجة في الخطة دي يا جماعة اللي هي الناحية البدنية والانسجام، لازم اللعيبة كلها تضغط، لازم اللعيبة كلها ترجع تدافع، ما نبصش نلاقي لعيبة مكسلة ولاعيبة بتضغط. فإن شاء الله يكون الموسم اللي جاي موسم كويس لنادي الزمالك. ودي يا جماعة آخر المستجدات بالنسبة لنادي الزمالك وأخبار نادي الزمالك. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ونشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.